المستشاري، واكيد حضرتك اطلعت على كل هذه الامور. هذا لا يعني لي في شيء. صحيح. طيب كلها غير صحيحه بدليل تحرك شباب الاخوان قبل موعد اخراج الاعلان الدستوري للنور. ما علي بلاش كل ده. هقول لحضرتك على حاجه، كل ده مش صحيح. بماذا تفسر اعتراض نواب الرئيس على هذا الإعلام بعد صدوره، وتأكيد عدد منهم بأنه لم يعرض عليهم وأنهم لم يعلموا عنه شيء؟ طيب إذا كنت أنت تأتي بنواب للرئيس ومستشارين، أنت جايبهم ذكور ولا جايبهم عشان أمرهم شورى بينهم ويعني تستفتيهم ويسألونك ويردوك ويحصل نوع من الحوار؟ عاوز أسأل حضرتك، أين رأيهم شورى بينهم؟ ثواني. أولا يعني أنا شخصيا كمواطن، أنا جاي هنا كمواطن مصري، ما أناش جاي بتكلم باسم الرئيس ولا أنا بسألك من هنا على الهيئة فكرة الاستشارية. بالشكل الديني، هل من حق الرئيس أن يستشير جماعته وآلة يعني بيسموها إيه؟ عشيرته؟ عشيرته من الإخوان المسلمين وفقط، ويترك نواب الرئيس ومستشاريه؟ لا، من حق رئيس الدولة أن يستشير من يرى في استشارته الخير. إذا لا يرى في استشارة نواب الرئيس ومستشاريه الخير؟ لا ما تقولينيش ما لم أقوله بعد إذن حضرتك. لا احنا أستاذة رانيا، أنا بسألك. رانيا ولا رندا؟ خلينا في رانيا اللي يعجبك. خلينا في رانيا الاسم الثوري. المهم تجاوب على السؤال، اتفضل. حضرتك أنا لما يطلع صحافة بتقول لي أن الرئيس لم يستشر، ويطلع المتحدث الرسمي باسم الرئيس يقول أنه تمت الاستشارة، أصدق مين؟ تصدق اللي استقال. جميل. من الذي استقال؟ دكتور سمير مرقص. ما استشارهوش. سمير ما استقالتش. ما استقالتش؟ لا، استاذ سكينة طلعت تصريح ان وجودي في قصر الرئاسة لا ضرورة له. طب لما ما يستشير لا يستشير المسؤول عن ملف التحول الديمقراطي اللي هو ألف ب هذا يتبعه، يستشير مين؟ يا فندم بعد اذن حضرتك خلينا الاول نكمل الجملة. اتفضل. يبقى اذا اما يطلع المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية يقول انه تمت الاستشارة، ويطلع احد هؤلاء المستشارين ال15 ولا ال14 يستقيل عشان ما استشيرش، وتطلع الاستاذه سكينه فؤاد تقول ان انا ما استشرتش، هل هذا شرعا وقانونا وعقلا ينفي الاستشاره؟ مستحيل، لا ينفي الاستشاره اطلاقا. متى تنتفي الاستشاره؟ اذا خرج الاغلبيه من المستشارين يقولوا احنا لم نستشر. وهنا عندنا حاجه اسمها حكم الغلبه. حكم الغلبه ان انا لما يبقى عندي 15 مستشار اروح استشير منهم 8، يبقى هنا حكم الغلبة أنه استشار. أروح استشير منهم 7 وما استشيرش 8، يبقى حكم الغلبة أنه لم يستشير. دي بتسأليني كشرع. احنا ما عندناش أي كلام بيقول ال8 مستشارين ولا الأغلبية من المستشارين بينفوا الاستشارة. دي نقطة. النقطة الأخرى للأسف الشديد هو كيف تم تسريب هذه القرارات. أولا كل الشعب المصري